السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير حبايب قلبي. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير، أدامه الله عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله يا ربي كل إحنا على جبل عرفات السنة الجاية. ومن سلسلة تنظيفات العيد اللي ما لحقنا ننزل الفيديو مالته بسبب انشغالنا بالعيد وشغلاته، اليوم حبيت أشارككم به. شلنا اللون الجوزي، اللون الدافي الحلو، وراح اليوم نفرش اللون الرصاصي، اللون المحايد البارد. ويوم غيرنا الاستقبال ونظفنا البيت بعد. تدرون تنظيفات العيد طبعا هو يوميا احنا واحد ينظف، بس هو العيد إله نكهة خاصة وإله فرحته وإله عاداته وتقاليده. وهنا حبينا نرتب النباتات، وهذا منظر الاستقبال يعني اللقطة الأخيرة مثل ما نقول. كملنا، ويا ربي عيد سعيد على الجميع، ويعيد عليكم بالأفراح والسعادة وراحة البال والرزق والأمان في أوطاننا يا الله. هنا مثل ما تشوفون فرشنا اللون الرصاصي. شنو رأيكم بالترتيب وشنو رأيكم بالشكل النهائي؟ ومن ضمن أفكار بنوتات تسوون هاي المقدمة الحلوة على شكل خروف عيد الأضحى، كان كلش حلو والكل حبوه. هذا الفكرة كلش حلوة. وإن شاء الله العيد من يجي الخير وياه، والصلوات على محمد وآل محمد. البامية أسعارها السنة مقبولة جدا، والحمد لله والشكر. جابوا لنا صندوق بامية أبونا، وبدينا يعني نقلم بهالشكل هذا، وسويته وجبات. صراحة أنا طريقتي طريقة الوالدة الله يرحمها مستخدمتها من سنين، اللي هي نفور المي والملح، وهنا نسوي البامية نفرزها بهالشكل هذا. طريقة طبعا مضبوطة وناجحة، بالرغم أنه أنا جربت طريقة البطل وفشلت وياي، وجربت أي طريقة ثانية ما كانت ناجحة مثل هذه. فالطريقة هاي معتمدتها صراحة. وهنا أنا بعد ما بديت أطلع الوجبة ورا وجبة، أخليها بمصفاية، وبعدين أديرها بصينية بهالشكل هذا حتى شوية تبرد، وبعدين نشيسها ونخليها بالمجمدة نحتفظ بيها. احنا نسميها الوجبة السريعة والمنقذة. إذا اجى خطار مثلا احنا نطلعها بسرعة، أو مثلا مشغولين بذاك اليوم نطلعها في البامية معشوقة العراقيين مثل الدومة. صراحة ما ممكن نستغنى عنها، إضافة إلى أنه تفيدنا بأيام الشتاء إن شاء الله. مثل ما تشوفون، والطماطة الحلوة الحمراء اللهم صل على محمد وآل محمد هم نزل سعرها، وصارت تتحاكى ويانا، وجابوا لنا هم صندوق، وبديت أقسم الطماطة إلى عدة أقسام. القسم الكرزي اللي يفيدنا بالزلايط ومنظره الحلو، والقسم الريان اللي خليته بقدر على النار وخليته يعني يذبل، وخلطته وضميته بأكياس. والقسم الطماطة البقية ضميتها عادي. أنصحكم نصيحة بأنه الطماطة إذا تردون تحتفظون بيها مدة طويلة بالثلاجة لا تغسلوها، لأنه الغسل راح يخليها تسرع بالتلف، يعني تخيس بسرعة صراحة. وألف عافية علينا وعليكم، والحمد لله والشكر، وربي يزيدها نعمة ويحفظها من الزوال ويشبع كل جائع ويكسو كل عريان. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء في فيديو آخر، مع السلامة.